أسرع 90 دقيقة في حياتك. أنت عارف لو جالك جلطة قلبية حياتك بتتحدد في أول ساعة ونص؟ من أسبوع جالي مريض على الطوارئ، شاب عمره 42 سنة، ومع إنه رياضي وجسمه كويس فجأة حس بألم شديد في صدره وهو في الجيم. صحابه اللي كانوا معاه افتكروا إنه شد عضلي وقالوا له ارتاح. النتيجة ضيعوا أكتر من ساعة ونص قبل ما يجوا المستشفى. ولما وصل المستشفى وعملنا له رسم قلب لقينا عنده انسداد كامل في الشريان التاجي. طبعا جرينا بيه على القسطره وفتحنا له الشريان في اخر 10 دقائق من ال 90 دقيقه الذهبيه. وليه بنسمي ال 90 دقيقه دول ال 90 دقيقه الذهبيه؟ لان بعد ساعه ونص من انسداد الشريان عضله القلب بتبدأ تموت، وكل دقيقة بعدها بتساوي جزء من حياتك بيضيع. والتدخل السريع بالقسطرة بيرجع الدم للقلب وبينقذ حياتك. فعشان كده نصيحتي ليك، أول ما تحس بألم شديد في الصدر وبيمتد لكتفك أو فكك ومعاه عرق أو نهجان، ما تفكرش ولا تستنى، اتصل بالإسعاف وفورا على المستشفى. كان معاكم دكتور أيمن حامد، استشاري أمراض القلب والقسطرة بألمانيا. لو عندكم أي استفسارات اكتبوا لي في التعليقات وهرد عليكم. أشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.